أجرى لضمان مداومة عيد الفطر المبارك، حيث تم تبليغ مختلف البلديات التجار المعنيين بالمداومة على مستوى كل بلدية الولاية. في موضوع آخر، تكد في الحقول صباحا وفي المطبخ مساء. تصر رغم عتيها في السن على إعداد مطابع من الأطباق التقليدية التي تحرص على أن تكون مكوناتها طازجة. هي خالتي يمينة من ولاية جيجل، نتعرف عليها في سياق هذا البورتري. خالتي يمينة التي تمتهن الفلاحة شأنها شأن المرأة الريفية الجيجلية، تكد في الحقول والبيوت. اعتادت في كل يوم أن تذهب لمزرعتها وتحضر معها مستلزمات الإفطار، ونكهة الشهر الفضيل عندها تصنعه كسرة المطلوع التي تتفنن بأناملها الذهبية في صنعها. نديروا الكسرة تاع الشعير، ساعات نديروا الكسرة تاع المطلوع، العجين كل يوم يوميا العجين، الكسرة والمطلوع يوميا حاضرين ديما، كل يوم كاينين فوق الطابلة. ونوجد الحميس ثانية سي اوبليغاتوار كل يوم، كلش من البحيرة، كلش الله يبارك الحمد لله. نجيب لهنا ونطيب، نعجن البوراق بيدي، انا اللي نديرو انا اللي نخدمو فوق الطاجين تاع الحديد وحدي. صورة غنية بالتنوع وعراقة العادات والتقاليد، تلك التي ترسمها الأسر الريفية بولاية جيجل على مائدة الإفطار الرمضاني، مائدة تتزين بأطباق شعبية تعد خصيصا لهذا الشهر الفضيل. نديرو الطعام تاع الشعير بالحوت، سا ديبون، نديرو ثاني طعام بالشعير، نديرو الطعام الابيض هذا بالكوشون مير، جو بيان. جو بريفير لو بلا تاع الكسكس تاع الشعير بالكوشون مير، ما كانش ما خير منه الكوشون مير. والملفت للانتباه ذلك الطبق الصحي، كونه خليط من الخضروات وسمك المياه العذبة، تنفرد به بعض المناطق الريفية بجيجل المحاذية للوديان والأنهار. ولا هذا البلاس تاع جور دو جاردينيير كيما راك تشوف فيه، وليدي يصيد لي الحوت وانا جي بريباري لو بلا افيك دي بواسون تاع الواد. وما بقي أن نقول أن بين الريف والمدينة تختلف العادات والتقاليد في بعض تفاصيلها، إلا أنها تلتئم في شيء واحد، ألا وهو الاهتمام بالجانب الديني والروحي للصائم، وكذا صلة الرحم بين أفراد العائلة والأقارب وحتى الأصدقاء. بين